اول مره بالاعلام اقولها. فاليوم صار شجار ما بين السيد نور المالكي والسيد رافع العيساوي خلال جلسه مجلس الوزراء. مجلس الوزراء؟ اي كان هو رئيس وزراء ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء. كنت وزير. انا كنت وزير نقل. فصار شجار بيناتهم. فالمالكي زعل قام وطلع من الجلسه غادر، كملها هو رافع العيساوي. بس قبل ما يطلع ايش قال الرافع العيساوي؟ قال له انت لا تسوي روحك وطني، انت ايد ويانا وايد ويا الارهاب. اف اف اف. زين؟ رافع العيساوي قال له انا ويا الارهاب؟ قال له ايه وملفاتك كلها عندي. شو الرجعه؟ زين اذا هاي ملفاتك كلها عندك ليش ما وديتها للقضاء؟ وانت رافع العيساوي اذا انت ما صدق عندك ايد ويا الارهاب، شلون تقبلت هذا الاتهام وسكتت عنه؟ الاسبوع الجاي رجعوا طبيعيين، رجع المالكي يدير الجلسه وبصف رافع العيساوي وكأن لم يكن. زين وراء هذا الكلام، زين الان وراها بالدوره الثانيه صار وزير ماليه، طلعتوه ارهابي، طلعت ملفاته. يعني هاي الاشياء توقف العقل، ان انت تقول هذا عنده ملفات ارهاب وعدي وانت ايدي انا وايدي الارهاب. زين ايش منتظر؟ ليش ما يحيلها الارهاب؟ القيام. فهاي الاشياء احنا شفناها. حتى كان اكو احد اعضاء مجلس النواب شيخ ما اعرف اسمه، جنابي لقبه، هم قال له رئيس الوزراء كان باستضافه قال له ترى انت اذا تشتغل ارهاب وملفاتك عندنا. يلا بابا. فاحنا هاي الارهاب، ترى هاي الارهاب كلمه قويه وراها دماء، وراها شهداء وارامل وايتام وذمم، واحنا نقول احنا اولياء المسؤولين عن الناس. قلت لك هاي لما واحد يتهم بالارهاب يعني ويرجع مره ثانيه، يعني لو هو ارهابي وتثبتون ارهابه وتطلعون حق دماء الشهداء ودماء الارامل والايتام، لو يتعاقب الاتهام بالارهاب. اي لو انه انتم اتهام باطل وتعتذرون للشعب العراقي وتقولون احنا استخدمنا ورقه سياسيه واتهمنا